يعمل ايه هذا النقد؟ فالكلمه للاستاذ محسن. شكرا لحضرتك جدا، وشكرا للأفاضل الزملاء على المنصة، وبشكر القائمين على أمر إدارة الندوات في المهرجان، رشا عبد المنعم وأحمد خميس ودكتورة داليا وعلام والبقية الزملاء مع حفظ الألقاب يعني. وبشكر حضراتكم إن أنتوا تكبدتوا مشقة الحضور في الجو الحار ده لمتابعة الفعاليات. وضروري برضو أني أشكر القائمين على إدارة المهرجان بالكل، لأنه في تطور نسبي ملحوظ حوالين فكرة الانتشار وتفتيت المركزية على مستوى الدورة الثانية، وإن كان المأمول دايما بيبقى أكبر من الحاصل، لأنه مصر بلد كبيرة تحتاج إلى مجهودات متضافرة من الجميع لإعلاء يعني قيم الفن والمسرح والنقد في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية. بدءا أنا بحاول طول الوقت إني يعني التمس من الواقع مفتاح للاشتباك مع ما يطرح من آراء أو أفكار أو محاور نظرية. عندما اقترح الزملاء فكرة الجمهور كمحور عام أساسي لهذه الدورة من المهرجان، ثم عندما اقترحوا البحث في معطيات كيفية التعامل ما بين النقد المسرحي والجمهور والعلاقة الرابطة بين جمهور المسرح وجمهور النقد، وهنا قد لا نفرق بينهما في المستوى العام اللي له علاقة بكونهما يعني مجالين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، المسرح ونقد المسرح. لكن أنا في الحقيقة يعني أحاول طول الوقت أن أنا أميز بين جمهور المسرح وجمهور النقد المسرحي، لأنه ليس بالضرورة أنه من يشاهد العرض المسرحي يقرأ ما يكتبه الناقد، والعكس بالعكس. يعني ليس بالضرورة أن من يقرأ نقدا مسرحيا في أي مستوى من مستويات نشره وإنتاجه يكون قد طالع العرض المسرحي، بل على العكس في بعض الأحيان قد يجذب النقد المسرحي الإنسان الذي لا يعرف شيء عن المسرح أبدا للدخول إلى عالم المسرح. وبالتالي التفرقة هنا تفرقة جوهرية إذا كنا نريد أن نبحث في موضوعات النقد المسرحي وعلاقته بالجمهور. طيب، أنا شايف في الورقة التي طرحتها للمشاركة في هذا المشترك العام بين ما بين المسرحيين وما بين جمهور المهرجان إنه النقد المسرحي في أزمة، وأنه إذا بحثنا في معطيات هذه الأزمة نحن نتحدث عن أزمة ممتدة في الزمن، كما أشار أستاذ باسم في ورقته البحثية أنه من الثلاثينيات يلاحظ بعض نقاد المسرح أن هناك إشكالات ومشكلات قائمة في علاقة ما يكتب نقدا مسرحيا في الجرائد والصحف والمجلات وقتها وأثره على جمهور المسرح وأثره على جمهور النقد. ثم نجد أننا الآن في 2026 لازلنا نعاني من ذات الإشكالات، أو نطرح نفس الأطروحات التي كان يكتبها الناقد المسرحي أو الملاحظ لنشاط النقد المسرحي في الصحافة، تمام، وعلاقته بالجمهور. أي أننا إلى الآن نتحدث عن أن النقد المسرحي لا يبدأ من المشاهدة لفعل التمثيل المسرحي والعرض المسرحي، ولكنه يبدأ من ذائقة جمالية تتشكل لدى الناقد في فترات النشأة الأولى، وهذه النشأة الأولى لابد أن ترتبط بالأساس بنظام التعليم. وبالتالي الإشارة والإحالة إلى جذور أزمة النقد المسرحي القائمة في مجتمع الراهن الآن، اللحظة الراهنة الآن وهنا، لابد أن ترتبط بالضرورة بنظام التعليم. لابد أن ينظر من يحاول البحث عن مشكلات النقد المسرحي الآن وعن أزمته وعن عيوبه وعن السمات العامة له في خطاب التعليم. ما الذي يطرحه نظام التعليم العام في مصر يسمح بتشكيل ذائقة جمالية وتشكيل رؤية نقدية لدى المتعلم في مختلف المراحل بمختلف الفئات، لكي
تنمو لديه حاسة نقدية أو ذائقة جمالية تسمح له في المستقبل إما أن يشارك في الفعل المسرحي العام كناقد، أو أن يتلقى كمتلقي ومشاهد ومتفرج ويستقبل الفعل المسرحي تمثيلا وإخراجا وعرضا مسرحيا ونصا مكتوبا منشورا ونقدا مسرحيا. يعني في مرحلة ما من تاريخ النقد المسرحي المصري كان طه حسين في النصف الأول من القرن العشرين يقوم منفردا على ما أظن وعلى ما أحسب، يعني وهذا اجتهادي، بنقل الذائقة المسرحية الفرنسية عبر ما يلخصه من أعمال مسرحية لجمهور الصحافة والقراءة النقدية والفنية والمسرحية في مصر وربما في العالم العربي كله. ونحن نطالع أن طه حسين له دور تأسيسي في منح القارئ الصحفي، وهو يعي هذا جيدا ويشير إليه، حق أن يشتبك مع فن التمثيل ومع فن المسرح، وأن يعي إمكاناته، وأن يستوعب قدرة هذا الفن على طرح وقول ما لا يمكن للأدب المكتوب أن يقوله. وبهذا يدفع بجيل لاحق له من تلامذته أمثال مندور ولويس عوض وآخرين، وهم أبرز من قاموا بهذا الدور في إتاحة القدرة للقارئ عبر المجلة والجريدة والصحافة اليومية على الاشتباك مع الخطاب المسرحي ومع الفعل المسرحي ومع ظاهرة المسرح بمكتمل عناصرها في وقتها وفي زمنها. إذا انتقلنا إلى الجيل اللاحق، وهم جيل تلامذة هؤلاء الذين نقلوا الأدوات والمعرفة النقدية بالمسرح وفن المسرح وبالنقد المسرحي، إلى جيل الأساتذة الذين تربوا في الجامعات وفي المعاهد، بدءا من فؤاد دوارة ورجاء النقاش وصافيناز كاظم وغيرهم من تلاميذ هؤلاء الأسماء، سواء في المعترك المحلي في الجامعات والمعاهد أو في معترك التطبيق في الجرائد ودور النشر الكبرى كالأهرام وأخبار اليوم والجمهورية وغيره. سنجد أن هؤلاء ورثوا من الأساتذة الكبار هذا الوعي والحس بأن هذا المتلقي وهذا المشاهد إذا أردنا أن نشركه في الظاهرة المسرحية علينا أن نخاطب قضاياه ومشاكله وأزماته، وليس فقط الانغماس في البحث عن ما هو بعيد عن الناس وما هو لا يقترب من جمهور المسرح وجمهور النقد بأي شيء، بحثا عن جماليات نظرية أو البحث عن معطيات في العرض المسرحي لا تخاطب جمهور المسرح وجمهور النقد. طيب، نجد أنفسنا بعد هذه المرحلة التي كانت تحظى برواج صحفي وبرواج مسرحي، انتقلنا في السبعينيات والثمانينيات إلى مرحلة تراجع في هذا الدور نظرا لما ارتبطت به الظاهرة العامة المسرحية والظاهرة المجتمعية والسياسية من انحصار لدور هذه السياسات والمؤسسات ووعي النقاد والمسرحيين بها في أنهم يشكلوا هذه الذائقة وأن يكونوا طليعة وقادة لمن يرغب في التعامل مع ظاهرة المسرح ومع العرض المسرحي ومع النقد المسرحي في أن يكون له دور في تشكيل ذائقته الجمالية. هذا التراجع استمر وتفاقم طوال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات إلى أن ظهرت التكنولوجيا الحديثة بمعطياتها اللي أفرزت في عقد لاحق حتى 2010 تكنولوجيا الوسائط الاجتماعية أو وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح هناك المشكلات التي تجذرت عبر العقود الطويلة منذ نهاية النصف الثاني من القرن العشرين، الأربعينيات والخمسينيات، مضافا إليها المشكلات التي أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح عدم وجود دور للناقد وعدم تعريف مهمة حقيقية للنقد وللناقد ولطبيعة النقد ولوظيفة النقد التي كان بقدر الإمكان يحاول هؤلاء النقاد الأوائل إرسائها وترسيخها في فوضى التي الاشتباك مع المتفرج ومع الجمهور، وفي تحول المتلقي لعارض، وفي متحول المتلقي من دور التلقي لدور إنتاج الوسيط المرئي، وفي تحول هؤلاء الناس العادية عن طريق ديمقراطية الأخذ والعطاء عبر وسائل التواصل لكونه يصبح ناقدا
هذا المتلقي أصبح من حقه وفق نظريات التلقي الحديثة ووفق ما أعطته إليه التكنولوجيا قادرا على أن يكون ناقدا، ويرى أن هذا الدور القديم الذي كان يلعبه الناقد من مسألة أنه له دور إرشادي، دور توجيهي، دور تنويري، دور تفسيري، لم يعد في حاجة إليه. هنا أصبحنا أمام أزمة معقدة ترتبط بمحاولات تنظيم من أفراد أصبحوا يفقدون أدوات السيطرة وأدوات القدرة على الإحاطة والإرشاد والتوجيه، زي الفنانين المسرحيين وزي نقاد المسرح، وبين جمهور يتسع يعني متواليات هندسية لا نهائية، ويزداد في قدرته على المنع والكبح لهذا الدور، ثم طرح أطروحات جديدة كل ثانية، كل فيمتو ثانية في أطروحة جديدة عند الجمهور وعند المتلقي هو يشتبك بها مع هذا العالم الذي يحيط. طيب، من هنا بإيجاز شديد وفي الدقائق القليلة المتبقية، إذا أردنا تشخيص أزمة النقد المسرحي كما أحاول توصيفها، لابد من الاعتراف بالعيوب القائمة والكامنة في الظاهرة الحاصلة في النقد المسرحي. أولاً، أن النقاد المسرحيين القائمين على أمر النقد المسرحي الآن يحتاجون إلى كثير من الدراية ومن المعرفة ومن الدراسة ومن الوعي بدورهم في المجتمع. لابد أن الناقد يعي دوره. أنا دوري إيه؟ لازم يسأل هذا السؤال. دوري إيه في كوني ناقداً مسرحياً في مجتمع 26 في مصر؟ ما الدور الذي علي أن أقوم به؟ المسألة الثانية، هل هناك سياسات عامة تسمح بأن يمارس الناقد المسرحي دوره؟ هل هناك جرائد؟ هل هناك مجلات؟ هل هناك منصات تسمح للناقد أن يؤدي دوره المتخصص الأكاديمي أو دوره العام في المجتمع بشكل حر غير مقيد؟ هل هناك مساحات من التبادل والاشتباك المنظم والمنهجي بين المتلقي ومنتج النقد المسرحي؟ هذه أسئلة لابد أن نطرحها على أنفسنا. ثم غياب الحريات وسقف الحريات كإطار حاكم لكل ممارساتنا داخل مجتمع منظم نؤمن بأهمية أن يكون لنا دور فيه. لن أطيل على حضراتكم، الورقة متاحة ومطروحة وقابلة للمناقشة وطرح الإجابات والتداول معها، وعلينا أن نكون شجعان في مواجهة ما أسميه بخطاب الأزمة القائمة وألا نتغافل عنه. شكرا جزيلا لحضرتك. والله طيب.